العراب جروس ممتع، والمتعة دي هتتزايد في الوقت اللي هترتقي فيه بجودة بعض المراكز. الأسلوب المختلف عند جروس هو أسلوب اللعب العمودي المباشر على المرمى اللي بنشوفه دايما من جروس، وده شرحته ليكوا في مباريات كتير من الدوري، سواء في المشهد ده أو في المشهد ده. العراب بيبدأ بالأربعة اتنين تلاتة واحد. أنا وأنت أثناء اللقاء شفنا مع بعض تعديل بسيط في منطقة وسط الملعب بوجود محمد السيد بجانب شحاتة، والجميل في الثنائية دي اللعب المباشر منهم في اتجاه التلت الهجومي، والأدوار المتبادلة منهم في مين منهم أثناء زيادة الآخر هيكون اللاعب الديفندر ميدفيلدر الرقم 6 يعني. والأجمل وجود محمد عاطف والأداء المتزن اللي شفناه منه، والسويتش اللي شفناه بيحصل ما بينه وما بين زيزو، ودخول عاطف لعمق الملعب، والمشهد ده بيوضح لنا دخوله في عمق الملعب، وإيجابية مصطفى شلبي ودخوله لعمق الملعب، والثبات الفني اللي عنده لثالث لقاء، 3 مباريات كمان، وهقول لك أفضل لاعب في مصر، سامحني يا رب. وعن سيف الدين الجزيري، بالرغم من إحرازه هدفين في اللقاء، ولكن كان من الإمكان أفضل مما كان، وإحرازه الأكثر في المشهد ده أو في المشهد ده. وفي المشهد ده شوف معايا اللينك اب بلاي اللي بنشوفها بشكل مستمر بين زيزو وعمر جابر، وشوف الكروس من زيزو، بس الاجمل هنا دخول شلبي كشادو سترايكر، وده الجديد من شلبي. وده مشهد تاني بيأكد كلامي في التنوع النسبي اللي بنشوفه من مصطفى شلبي. تعال شوف معايا حالة الهدف ده. ده ذكاء من لاعب ذكي بس مقصر في حق نفسه، ومجلس الزمالك جزء من التأثير ده في عدم دفع المستحقات بشكل كامل للاعب، واكيد هيأثر عليه وعلى مستواه الفني. اما في العرض المسرحي ده من بنتايك مش هتشوفه غير في مدرسة الفن والهندسة، ومش بس كده، هيكون قادر على حجب اي خطورة محتملة في الوايد اريا بتاعته. اما عن المشهد ده، ده هدف بريحة حسين ياسر المحمدي، اكيد كل زملكاوي اصيل متذكر الهدف ده وعمره ما ينساه. الاعتماد الفردي وتنفيذ اسلوب لعب مباشر وعمودي على المرمى، 3 نقاط بيتصدر بيها الزمالك المجموعة، ودايما متجمعين على حب اكبر قلعة رياضية في مصر، مدرسة الفن والهندسة، الزمالك.